ركز معاك كده في كرة الهدف الرابع بتاع البنك الأهلي النهاردة قدام النادي الأهلي، لأن الكورة دي طول الوقت البنك الأهلي بيحاول يلعب عليها وفي الآخر نجح إن هو يسجل بيها هدف قاتل على النادي الأهلي في الدقيقة 94. الكرة الأولى هتلاقيها في الدقيقة 36 في الشوط الأولاني، هتلاقي بسيوني بيحاول إن هو يلعب كورة على العارضة البعيدة في المساحة ما بين عمر كمال وأكرم توفيق، ولولا ستر ربنا كان كريم بامبو هيسجل هدف التعادل عادي جدا على النادي الاهلي في الدقيقه 36. الكره الثانيه هتلاقيها في الشوط الثاني في الدقيقه 52، برضك كره عرضيه على العارضه البعيده ولكن اكرم توفيق اتعامل معاها بشكل كويس. الكره الثالثه في الدقيقه 58 هتلاقي كوره برضك من نص الملعب في المساحه اللي في ظهر اكرم توفيق، وبرضك اكرم توفيق اتعامل معاها بشكل كويس لحد ما نجح فيها بقى البنك الاهلي في الدقيقه 94 بكرة عرضية برضك على العارضة البعيدة وسط سرحان كبير جدا من رامي ربيعة اللي ساب المهاجم بتاعه في ال 18، ومحمد هاني بقى بيحاول يوسطن بين الاثنين لعيبة، فراح على الاول شوية لقى الكرة اتلعبت على العارضة البعيدة، راح على الراجل ولكن الراجل كان بسهولة جدا طلع وركب الكرة وسجل الهدف الرابع القاتل للبنك الاهلي في الدقيقة 94.